تريزيجيه كان هيعمل نفس كارثة ماتش انتر ميامي، بس لولا المكاسب بتغطي على الكوارث. لولا كسبنا كان الوضع خد منحنى تاني خالص. بس مش ده المهم، المهم ان انت مهما برضو تكون كسبت، الوضع ده غريب. في فيديو منتشر، النحاس مش عايز تريزيجيه يشوط، نده للشناوي، الشناوي جاله. هو ده الفيديو. الشناوي جه على الخط لعماد النحاس، بيتكلموا مع بعض. عماد النحاس مش عايز تريزيجيه يشوط. المفروض ككابتن اجباري تقول له ما تحطش، خلي حد تاني. الشناوي بدوره راح جري، راح لبن رمضان، نده لبن رمضان تقريبا بيقول له حط انت. خلى بن رمضان يروح وبينده على حد تاني. طلع تريزيجيه، بيقول لي تريزيجيه لا، يعني ما تشوتش ما تشوتش انت، لا ما تشوتش. جاله تريزيجيه، ما تقلقش ما تقلقش، انا هحط ومشي وسابه. بص بقى رياكشنات الشناوي وهو راجع، زعلان انت ايه اللي انت كابتن فريق؟ يعني انت مش عايزه يشوط والمدير الفني مش عايزه يشوط، ايه الاجبار في كده؟ ازاي هو ياخد قراره من نفسه يحط؟ بص الشناوي في الفيديو. م- يا- طب ايه ده؟ من امتى في النادي الاهلي الموضوع ده؟ من امتى؟ لولا جت كانت هتبقى كارثه من الكوارث. ومفيش لولا في الكوره، اللي حصل ده غلط. كانت هتبقى نقطتين تاني خسرتهم، والنقطه الواحده بتفرق في مشوار الدوري. زي ماتش انتر ميامي كده بالظبط، لما بطوله راحت بلوشي وانت كنت انت اللي هتبقى راكب. فتاني المكاسب بتغطي على الكوارث. انت كسبت وفرحنا وكل حاجه تمام، بس الوضع ده مش مقبول، والوضع ده جديد قوي في الاهلي. فلازم تبقى عارف ان المصيبه جايه جايه. المصيبه بالوضع ده لو ما اتلحقتش، هي المصيبه جايه 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 في دوري، جايه في افريقيا، جايه في اي ماتش هتلعبه. واي لعيب هيصر انه ياخد قراره من نفسه. الوضع غريب يا جماعه. عماد النحاس مش عايزه يلعب، كابتن الفريق الشناوي مش عايزه يلعب، وتريزيجيه خد الكوره حطها. طب افرض ما جاتش تاني، فاحنا يبقى احنا ما اتعلمناش اي حاجه. فالمصيبه جايه جايه.